باش نقول لك علاش. اول حاجه شنو البرنامج تاع سي قيس سعيد؟ تعرفوا شنو هو برنامج سي قيس سعيد؟ هو تغيير الدستور وجعلوا نظام معناتها مجلسي. هذا شويه من اللي في نظام هذا اهم فكره. قال احنا البرلمان هذا المنتخب معناتها على القائمات، احنا نحبوا نبدلوا انتخاب على الاشخاص وتبدا من المحليات وبعد جهويه وبعد البرلمان. واحنا ضد الحق في الفكره هذيا في ناحيه المبدا، اما حتى من ناحيه التطبيق راهو ما ينجمش يعملها سي قيس، حتى كان فكرته ممتازه واحنا موافقين فيها ونجموا نضربوا فيها معاه، راه مستحيل تطبق لانه تغيير الدستور يلزموا 2 تيير ويلزمك محكمه دستوريه ويلزمك برشا حاجات. دونك المشروع اللي دخل بيه نتصورك تفرجت سامي عبو قال لي ممكن نمشيو لاستفتاء والشعب ينجم يعمل كل شيء. ما ينجمش استفتاء الا عبر 2 تيير قبل ساعه قبل كل شيء. ثم مصادقه مجلس بالشعب قبل ما نمشيو لاي حاجه اخرى. دونك المشروع هذا اللي هو غير قابل للتطبيق اما ما يضرش، حتى غير قابل للتطبيق. دايوغ رئيس الجمهوريه مش مهمته ولا داخل اساسا على تغيير الدستور. باغ كونتخ نتمسكوا بسي قيس سعيد وفوق ما تتصور متمسكين بسي قيس سعيد. ونحب نقول لك راني هذه الكلمه هذه ما قلتوش قبل. انا علاش ما قلتوش قبل؟ خاطر ولاو اللي يحب يطلع في التشريعيه يظهر روحه يساند في قيس سعيد. احنا حق الابتذال انا مانيش معاه اما نحن مع سي قيس سعيد وباش نساندوه معناتها بكل قوه سي قيس سعيد اساسا لانه الطرف المقابل سي نبيل القروي سامحني بقعته في الحبس وهو في الحبس. سامحني ما يجبش الجمهوريه، سامحني شمولات كبيره. احنا قاعدين نحكيو عليكم انتم وتوجهاتكم انه حمله رئاسيه تنجم تدخل هذا في اطار انه نشوهوا في لا مش نشوه على حساب. لا انا وينه؟ انا قلت حاجه غلطه؟ انا قلت حاجه مش معطى سامحني. حتى حد بينجم يوجه لي انا رايي كيفاش. انا كي قلت لك حاجه مش موجوده والله من حق مدام انا مهم في زاده. انا واجبي نذكر اللي السيد المترشح الثاني موجود في الحبس ومش ظالمه يوسف الشهدي داخل في القضاء. يوسف الشهدي يعطي تعليمات. يوسف الشهدي نجم يسكت ملف ويحيي ملف. في نبيل القروي بالذات الموضوع التهمه راهو حقه عنده عامين في الحبس عليها ولا 3 في الحبس عليه. راهو سامحني راهو الله لا يقدر تونس وين تحبوا تهزوها؟ وين تحبوا تردوها؟ بلاد نتاع مافيا بالحق. اليوم احنا خوفا على بلادنا، اليوم احنا خوفا على حمايه الاستقرار في بلادنا، اليوم احنا خوفا على حتى على كل ما عنده علاقه بالمافيا الى اخره في البلاد. مش معقول اليوم اساءه لتونس، اليوم اساءه توصل للدور الثاني ونتحمل مسؤوليه في الكلام تاعي. اساءه انه نبيل القروي يوصل للدور الثاني. شو معناتها؟ ايش يحب يقول؟ شنو يحب يقول؟ حلونا نهار، راهو مسؤوليتنا الكلنا جميعا، هذه بلادنا عزيزه علينا، لازم كل حد يدري بصراحه. انا عندي سؤال علاش احنا مع سي قيس سعيد وباش نساندوا قيس سعيد والاخر وقت مع سي قيس سعيد. حتى كان الشباب ولا جزء من الشباب اليوم ادعوه بكل لطف ونقول لهم راكم انتم معناتها قررتوا باش يكون قيس دوزيام تور ومعاه فيزافي نتاعو سي نبيل، نقول لكم بكل لطف كملوا، لانه اليوم حطيتونا اليوم في ما بين معناتها خيارين لا ثالث لهما. كان عندنا 3 زوج خيارات